السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم تتم الفيديو اللي حطيت قبل ديال الدجاج بالتغميره. كما كتشوفوا عندي العطريه اللي رقت بها الدجاج، القزبر والمعدنوس، واحد 3 المعالق، واحد 4 الفصوص ديال الثوم، معلقه كبيره ديال المروزيه حتى لجوج على حساب الحجم ديال الدجاج، وعندي 2 معالق ديال الحرقوم، وعندي معلقه ديال السمن، وعندي واحد 2 ضامات ديال الزعفران، ومعلقه ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الابزار. كنحاول نخلط داكشي، وواحد اللب ديال الحامض اللي طحنته. ممكن ديروا هذا في شي خلاط، القزبور والثومه واللب ديال الحامض، وطحنوهم مع العطريه وترقدوا بهم الدجاج. بالنسبه للدجاج كما كتشوفوا راني منقياه وغاسلاه بالحامض والملح والسكنجبير مزيان. كناخذ العطريه كنحاول ندخلها في الفخيدات. بالنسبه للملحه ما درتهاش لان الضامه ديال الزعفران راه مالحه، والدجاج موصل من الملح حتى كنذوق الملح. بالنسبه ممكن لكم تعوضوا الضامه ديال الزعفران بالزعفران شعري الا كان متوفر. ما كان متوفر ديروا غير ضامه ديال الزعفران وراه كافيه في الغرض. كنحاول ندير واحد تقوبه هنايا في الصدر باش ندخل ليهم ديك الشرموله ويتشرمل من الداخل داك الصدر ديال الدجاج، ما يجيش ناشف وتجي داخله العطريه حتى لداخل. ونعطرهم مزيان وغادي ندير لهم السلوفان وغادي نخليهم حتى الغد ليه عاد غادي نطيبهم. من الاحسن حاولوا الدجاج ديروا ليله كامله ولا ساعتين قبل، كيعاونكم هاد العمليه. كيجي الدجاج بنين وكيجي فتي، داك الصدر ما كيجيش قاصح، وحتى في الطياب ما كياخد نهائيا الوقت في الطياب. كما كتشوفوا بالنسبه للرجيلات، كما كتشوفوا كيجوني ساهلين بعد ما كنكون جامعاهم حيت كيتغسلوا. كتكون الدجاجه كتعطيكم الطوع دغيا كتتقاد معاكم. والصدر حتى هو من بلاصه ديال الظهر راه كنحاول نترتقو الا نسيت شي حاجه، وكندير ليه بحال هكا خويطات، كنجمعو من الخويطات من الرجيلات ولا من الجوينحات، وكنغطيه كما قلت بالسلوفان ونديرو في الثلاجه حتى الغد ليه هذا غادي نطيبو. بالنسبه للغد ليه ان شاء الله انا خديت واحد الكاميله قطعت فيها واحد البصله وشويه ديال الزيت، وخليتها تشحرت ودرت فيها الدجاج طاب، طفت ليه الماء خليته حتى طاب. من بعد عاد حيد داك الدجاج ودرت دوك القشيوشات ديال الدجاج وواحد البصله كبيره مشلضه، وخليت الدغميره حتى تشحرت مزيان. والملحه كنذوقها، الا لقيت الملحه كافيه راه ما غاديش نزيد، والا لقيت خاصه الملح غادي نزيد الدجاج. والدجاج الا عاد كيطيب ضروري ديروا ليه واحد العويد ديال القطبان، تكو الفخيدات وتكو الصدر باش ينزل منه داك الماء ويدخل منه المريقه. وكما كتشوفوا بعد ما طاب كيفاش جات ديك المريقه عاقده ومدغمره بالبصله اللي ضفت في الاخر، وواحد طريفات ديال الحامض مصير والزيتون والقشيوشات دوك العنيقات والكبده. بالنسبه للكبده وخديتها سلقتها في الماء مع ورقه سيدنا موسى وطريف ديال الحامض وواحد المعلقه ديال الخل، عاد ضفتها للمرقه باش ما تطلق ليا داك الزفوريه داك الزفوريه في المرقه. المرقه طاب فيها غير العنيقات وديك الكالصه. اما الكبده ضروري تسلقوها هي الاولى باش تحيد من هذاك السفوريه كامله ديالها. وهنا كذا الدجاج قدمته جا تبارك الله زوين. ممكن تزينوه باللوز مقلي ولا هاد الانواع من البطاطا ولا الفريت ولا اي حاجه ممكن عندكم، ولا تقدموه كيف ما هو كيجي زوين وكيجي بنين بطريقه سهله. اي واحد ما كيسلق ليه الدجاج يتبع هذه الطريقه، راه الدجاج ماشي شي حاجه صعيبه. وانا شاركت معكم غدا، نتمنى ينال الاستحسان ديالكم وشكرا لكم على المتابعه.